الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني جدا جدا كالعادة. لايك على السريع يا سادة، ويلا بينا نشوف الفيديو ونعيش بصحة وسعادة. عايزين تشجيع حماس. اللي عايز يبدأ بيبدأ من النهاردة. قولت هعمل بكرة والتأسويف والمماطلة والكسل كل دي حجج فارغة. لازم من النهاردة نبدأ صفحة جديدة. ابدأ من دلوقتي. ابدأ. ما تقولش هبدأ بكرة ولا الأسبوع الجاي ولا أول السنة اللي عاوز يبدأ بيبدأ حقيقي. الحمد لله والشكر لله، بدأت شوية حاجات جديدة، خطوات عملية كده قبل السنة الجديدة. مش لازم أتكلم وأقول هنعمل وهنسوي، لازم أعمل فعلا، أشتغل، أعمل، ألتزم بالدايت، ألتزم بإن أنا أعمل خطة لنفسي، أعمل جدول حلو إن أنا هبدأ أحفظ قرآن، إن أنا هبدأ أقرأ، إن أنا أصلي الصلاة في وقتها، إن أنا أزود في السنن، إن أنا أعمل حاجات جديدة، إن أنا تكتسب عادات صح. كل الحاجات دي مش لازم إن أنا أقول هعملها واكتب ورقة وقلم، لازم أبدأ فعلا بخطوات عملية. شوف الخطوات العملية اللي فعلا أنا غبت عنكم الفترة اللي فاتت كده وكنت مشغولة في إيه. يا ترى تفتكروا أنا كنت مشغولة في إيه؟ عاوزين تعرفوا تفاصيل كل حاجة؟ شوفوا الفيديو للنهاية وما تنسوش تحطوا لي إيه؟ اللايك. ايديا بقى من بتنجان كده وشغل البيت، يلا الحمد لله. وحشتوني جدا 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 جدا. ان شاء الله هعمل لايف ان شاء الله قبل اول السنة على صفحة الفيس وهنا على القناة. عايزة بقى اشوف مين فيكم اللي هيتابع الفيديوهات الجديدة في السنة الجديدة. والعصافير بتغني الصبح وتقول يلا نصحى، يلا نتنشط، يلا يبقى عندنا حماس، طاقة إيجابية. شوفوا أنا بعمل إيه يا ولاد. أهلا بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد مهم جدا كالعادة. عادات جديدة، مش لازم نستنى السنة الجديدة علشان نتعود على عادات جديدة صح. داخلين على رمضان بقى تقريبا 3 شهور ومحتاجين بقى نشحن طاقتنا، نقرأ القرآن، نلعب رياضة، نتمشى، نعمل حاجات كويسة، ناكل أكل صحي، ننظم وجباتنا. آه، تعالوا بقى شوفوا، أنا الحمد لله أخدت أول خطوة، الحمد لله خلاص خلصت أول جزء حفظ. ربنا يقدرنا جميعا إن شاء الله. وبحاول إن أنا أثابر كده. وأهم حاجة دي عادة من العادات الحلوة اللي عاوزين ناخدها معانا ولو صفحة كل يوم. كمان المية مهم جدا إن احنا نحافظ إن احنا نشرب مية خلال اليوم. كوبايتين مية مع قبل كل لقيمة ب10 دقايق أو مع كل أذان هيتفرق كتير جدا، خصوصا في الشتاء، مفيدة جدا. وكمان الحاجات، العادات دي عادات أنا بقولها كده ورا بعضها كده. كمان صلاة الفجر في وقتها دي مهمة جدا، بتدي طاقة طول اليوم. ويا سلام كده لو قعدتي لحد الإشراق كده وقلت الأذكار وقعدتي تحفظي في الوقت الجميل ده وتقرأي قرآن، دي حاجات جميلة إن شاء الله هنتعود عليها. يا رب كده نقدر كلنا إن احنا نلتزم بالحاجات، العادات الجديدة دي إن شاء الله قبل بداية السنة. احنا بقينا 3 أيام في السنة، لا احنا نقدر قبل نهاية السنة نكون بدأنا. مش هنستنى كمان لحد ما السنة تبدأ، هنبدأ نرجع تاني للنظام. شيء أحلى لحظة كده لحظة الفجر كده والأذان والجو جميل كده والمنظر كده ونفحات كده، الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش عارفة، أنا خايفة طبعا الصوت إن هو يطلع. أحاول أنزله شورتس كده علشان نشوف لو هيعمل مشكلة ولا لأ. لو مش هيعمل مشكلة هيبقى في الفيديو. جميلة اللحظة دي، جميلة جدا. هتتعودي، العادة بنصنعها في 21 يوم، يوم ورا يوم تتعودي كل يوم تصحي بدري والوقت بيبقى جميل كده كده ما شاء الله. وتحسي بنفحات مريحة كده، وخصوصا الجو برد والناس نايمة، حاجة مميزة إن شاء الله. ربنا يقدرنا جميعا. أكتر حاجات اللي تخلينا نكسل إن احنا بنأجل لبكرة. ابدأوا بالموجود في البيت. دي لقيمة مزدوجة، كف عيش مع معلقتين جبنة قريش وبيضة، عاملاهم بزيت وزبدة قليل جدا، طبعا أكل صحي. تاني لقيمة كانت الفاكهة، لقيمة مزدوجة. بناخد على نظام المربعات، هيكون كل 3 ساعات لقيمة. بناخد في المربع الواحد 6 ساعات، 5 ل6 ساعات. ابدأوا ب4 لحد ما تتعودوا كل ساعتين لقيمة كل 3 ساعات.
حسب نوع الاكل اللي انتوا بتاكلوا. لو اكل صحي يبقى كل ساعتين، لو اكل دهون كل 3 ساعات. المهم ان انا اخد نفس نوع الاكل في المربع الواحد. يعني ماشيه على الفاكهه باخد الفاكهه كلها في مربع واحد، ماشيه على اللقيمات اللي هي العاديه باخد كل 3 ساعات. ماشيه بقول اخدت فاكهه خلاص، لقيمه مزدوجه فاكهه كل ساعتين او 3 ساعات، على حسب ظروفي وعلى حسب الوقت. وعندي اللقيمة المزدوجة الصبح أو مربع الفطار ممكن من 4 ل6 ساعات المربع لحد ما نتعود. ودي كانت ايه ابسط حاجة. دي القائمة الاولى. انا اخدت النهاردة لقيمة مزدوجة واخدت الاتنين مزدوجة فاكهة، يعني اخدت 4 لقيمات فاكهة يعتبر، واخدت وجبة لا محالة والحمد لله اقصى درجات الشبع لاني اخدت اكل كله صحي. الاكل الصحي اكتر حاجة بتشبع. دي مثلا يوستفندي او مندرين، مش عارفة انتوا بتسموه ايه، او كلامانتينا، مش عارفة في بعض الناس هو في نوع سفندي بيقولوا عليه كلامانتينا. دي خيارة دي السلطة قصدي. مع ايه، اخدت بتنجان على فلفل على خيار. عملت بتنجان كده شويته، ومع الفلفل برضو دبلته بسيط من غير ما تخلص سوائله، ومعاها كوب عدس. العدس عملت فتة عدس علشان الشبع اكتر، نص كوباية عدس، فتة عدس مع نص كوباية شوربة عدس بالشعرية، قلبتهم على بعض واخدت معاهم السلطة.